لو عندك استعداد تشوف الجانب اللي محدش بيحكي عنه كمل الفيديو. بس قبل ما نبدأ لازم تعرف إن الدارك ويب مش مكان مخفي وبس، ده عالم تاني مليان أسرار ومواقع بتختفي وغرف مرعبة محدش فاهم مين بيشغلها. النهاردة هنتكلم عن أكتر الغرف اللي ظهرت عليه رعبا، الغرف اللي الناس دخلتها بدافع الفضول وخرجوا هما مش نفسهم. الغرفة اللي بتتكلم، في غرفة دردشة سرية بتتفتح وتتقفل فجأة، تدخل تلاقي الناس كاتبة هل سمعته؟ هو رجع؟ اقفل المايك، لكن ملهاش أرشيف ولا تاريخ ولا أسماء، وفي لحظة واحدة كل الحسابات بتختفي. الناس قالت إن الغرف دي مش دردشة أصلا، دي مراقبة، حد بيراقب وبيختار مين يفضل ومين يتحذف. الصفحات اللي بتتغير لوحدها، في صفحات على الدارك ويب بتتغير بمجرد ما تبص عليها، تكون فاضية وفجأة تلاقي جملة مكتوبة ده مش المكان بتاعك. ناس حاولوا يصوروا الصفحة، الكاميرا مش بتلقط غير شاشة سوداء، ولا حد عارف مين اللي بيكتب وازاي الصفحة عارفة مين اللي زارها. ملفات الصوت اللي محدش قادر يفهم، ملفات بتنتشر ساعات وتختفي ساعات، مدتها 7 ثواني، صوت خفيف جدا، لكن اللي بيسمعوا بيقولوا إن حس بخطوات وراه بعد ما قفل الكمبيوتر. وفي ناس قالت إن الصوت أصلا مش بشري، كأنه تسجيل من مكان عميق جدا، مكان مفهوش هوا. الغريب إن البرامج بتقول إن الترددات في الصوت مش طبيعية ولا يمكن جهاز عادي يسجلها. الألعاب اللي مش ألعاب، انتشر موقع عليه لعبة بسيطة بتسألك 10 أسئلة، حاجات عادية في الأول، اسمك، سنك، بلدك، لحد السؤال رقم 6 آخر مرة كنت لوحدك إمتى؟ والسؤال رقم 7 مين في البيت نايم دلوقتي؟ لو كملت اللعبة بتقف وتكتب شكرا تم تسجيل كل شيء. بعدها ناس قالت إنهم استلموا رسائل فيها صور من شقق وصور متاخدة من زوايا غريبة، كأن حد واقف في الضلمة بالكاميرا. الصناديق اللي بترجع، في صناديق بتتباع على الدارك ويب اسمها ريتيرن بوكس، علبة سودا عليها رقم من غير اسم. الناس قالت إنها بتوصل بعد نص الليل ومعمول حسابها إنها تتسلم وانت نايم. ناس فتحت الصناديق لقت حاجات مرعبة، صور ليهم وهم أطفال، أو حاجات كانوا فاكرين إنهم فقدوها من سنين، أو ورق مكتوب بخط يشبه خطهم بس مش خطهم. والأغرب إن بعض الناس قالوا إن الصندوق رجع تاني بعد ما رموه. الخريطة اللي بتتكلم لوحدها، في موقع عبارة عن خريطة للعالم، لكن بتبان إنها فاضية لحد ما تفتحها بعد نص الليل. ساعتها تلاقي نقط صغيرة بتنور، كل نقطة بتمثل شخص فتح الموقع، وتسمع جملة بتتكرر أنت مش لوحدك. ناس حاولوا يقفلوا الكمبيوتر، لكن الخريطة فضلت شغالة دقايق بعد ما الكهرباء حتى اتفصلت عن الجهاز. الموقع اللي بيدخل الناس في بعضها، ظهر موقع غريب كل وظيفته إن يبعت لك رسالة من حد مجهول. المرعب إن رسالة بتكون معلومات عنك مش المفروض أبدا حد يعرفها، وفي المقابل الموقع يطلب منك تكتب رسالة عن حد تاني تعرفه، وأي حد يقبل الرسالة بتنتشر. في علاقات اتقطعت وناس اختفت بسبب الموقع ده. المتاهة اللي ملهاش آخر، في موقع شكله لعبة، متاهة صغيرة تتحرك فيها بسهم الكيبورد، لكن كل ما تدخل غرفة تلاقي بابين، منهم واحد بيرجعك لأول المتاهة. بس ناس كتير قالوا إن المتاهة بتطول لو فضلت تلعب أكتر من 10 دقايق، وبعد نص ساعة بتسمع صوت في السماعات بيقول كمل انت قربت. وفي واحد سجل المتاهة ولما رجع الفيديو لقى ظل بيتحرك وراه جوه اللعبة. ظاهرة الوجوه اللي مش ثابتة، ناس حكوا إنهم شافوا فيديوهات على الدارك ويب لناس حقيقيين، لكن وشوشهم مش ثابتة، بتتغير وتتحرك وتتبدل لوشوش تانية. العجيب إن البرامج قالت إن الفيديو مش متعدل، والأغرب إن البعض أكد إنهم شافوا وشوشهم هم شخصيا في الفيديو رغم إنهم ما ظهروش فيه. الرسالة الأخيرة، كل ده مش أكتر من جزء صغير من اللي بيحصل فعلا، لأن الدارك ويب مش مجرد مواقع مخفية، ده مكان بيجمع كل حاجة الإنسان مش مستعد يشوفها. وبعض الناس بتقول إن فيه جزء أعمق، مكان اسمه المستوى تحت الصفر، المكان اللي لو دخلته مهما قفلت الجهاز هتفضل حاسس إن حد بيفتح معاك الباب. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واستنى فيديوهاتي اللي جاية.